عمرك سمعت عن مشجع رجع من الموت عشان يحضر اخر ماتش الفريق؟ القصه دي حقيقيه 100%، بس ورا حكايه. سنه 1993 فريق كونجلتاون كان عنده ماتش قصاد روسندل يونايتد، وقبل الماتش بوقت قليل انتشر خبر وفاه اكبر مشجع لكونجلتون. المشجع ده كان اسمه فريد وعنده 85 سنه. واحد بقى من مسؤولين النادي حب يستجدع وكتب له النعي وبلغ بيه الحكم قبل الماتش، وهم بقى بيبداوا دقيقه الحداد المفاجاه حصلت. الكل كان مصدوم ان فريد داخل في وسط الجماهير وماشي عادي جدا ولا كان في اي حاجه. مساء الخير، ازيك، عامل ايه؟ مساء النور، انا كويس الحمد لله تمام. طبعا انا مش هقدر اوصف لك احساس المسؤول ايه وقتها. فريد بعدها طلع قال ان الخبر ما كانش صح، انا كنت تعبان شويه بس مش لدرجه اني اموت يعني. المسؤول بقى حب يلم الموضوع وقال احنا اسفين يا جماعه، النعي ده كان على حداد المرحوم بوبي مور اللي لسه ميت من 3 ايام. الجميل بقى ان نهايه اليوم كانت سعيده لفريد وقتها، لان نادي كونجلتون كان بيعمل بين الشوطين سحب على جايزه. مين بقى سعيد الحظ اللي كسبها؟ فريد. كانت 10 جنيه استرليني بحالهم، يعني الراجل دخل نعيه وخرج بفلوس. يا رب نص حظ فريد.